بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اهلا بكم في حلقه جديده من حلقات برنامجنا ايات وحكايات. في ايات كتيره قوي في الكتاب المقدس بتبين لنا جدا ان الملائكه والقديسين بيبقوا حاضرين معنا في الصلاه، وعشان كده لما حتى بيقول ان الملائكه بتفرح بخطئ واحد يتوب، يبقى اذا الملائكه شايفه وعارفه وحاسه وتبقى فرحانه في السماء. والقديسين كمان ممكن يكونوا ربنا بيبعتهم مثلا ماسنجرز او مرسلين، لانهم بيبقوا زي الملائكه سواء بقى اللي عايشين منهم او اللي مش عايشين. وعشان كده كنا بنسمع كتير قوي ايام تماض ايريني ولا بابا كيرلس ولا ابونا يسطس الانطوني ولا ابونا فانوس، انهم بيظهروا للناس ويدوهم رسائل من عند ربنا. كان في راهب دخل الدير وما كانش حافظ خالص بالقبطي، ما كانش بيعرف يقول قبطي اصلا، يعني حاول بس هو مخه ما كانش جايب قوي. فكان بيعمل تسبيحة كل يوم لوحده بالعربي، ويرجع يحضر تسبيحة تاني جوه الكنيسة وابونا اللي جنبه بيقول بالقبطي يعني. وهو بيحاول كل ما يقعد يقول مثلا تنسينو، يكون ابونا اللي جنبه خلص تنسينو يبشويني شيرين يعني سريع قوي. فهو بقى يقول العربي ويقعد بقى يبص يمين وشمال ويتسرح مع القديسين ويسرح في الصلاة، يعني كلمات الصلاة اللي بيقولها في التسبيح بالعربي وخلاص. وكان أبونا ده ماسك الزوار بتوع الدير. جه في مرة وهو واقف في التسبيحة، طبعا بقول لكم بيبص يمين وشمال، فبيبص وهو بيبص يمين كده لقى على المنجلية التانية البعيدة زي راهب بس جلابيته وحشة قوي يعني متبهدلة، والجزء ده أصلع منه وشعره طويل قوي نازل من هنا طويل وراه ومش مهندم يعني كده، مش متسرح ولا حاجة، وحواجبه كده تقيلة قوي وعينيه واسعة. فهو اتخض وقال ده جه منين؟ يعني ده ازاي؟ هو افتكره حد من الزوار. طب دخل ازاي؟ هو جاله يعني خض كده. فخبط ابونا اللي جنبه بالراحه كده وقال له مين الراجل ده ومين اللي دخله؟ فراح ابونا وهو بيقول بس ابونا ما شافش حد، ابونا اللي جنبه ما شافش حد. فشاور له قال له يعني ما معناه ما فيش حد واقف. فابونا اللي مش عارف ابتدى اتخض جدا، ايه ده؟ هل هو شايف حاجه اخوه مش شايفها ولا بيجيله هلوسه؟ فراح مودي وشه الناحيه التانيه خايف من اللي على اليمين ده، فودي وشه الناحيه التانيه لقى جنبه كده على بعد نص متر ولا متر في واحد تاني بس مش كبير زي الاولاني، وبرده شعره طويل قوي ودقنه طويله وعمال واقف على المنجليه بيسبح يعني. والاتنين لما هو شافهم قالوا له قول، شاوروا له علشان يقول يعني. فراح خبط ابونا اللي جنبه قال له طب واللي جنبنا ده؟ فراح ابونا وبص كده ما لقاش حاجه، ما شافش حاجه. فشاور له قال له لا انت بتجيلك تهيؤات، يعني ما معناه انك انت خلاص بتهلوس. فيعني الراهب الجديد ده الصغير ده خاف قوي وحط وشه بين ايديه وقعد يعني على وشك البكاء وقال له ليه يا رب انا دخلت في الهلوسه بدري قوي كده يعني، وعمال اشوف حاجات محدش بيشوفها، فدي هلوسه بالتاكيد، ده مش حقيقي يعني. وحزن على نفسه خالص وايه، وفضل واقف لا قادر يمشي ولا قادر، فضل واقف وخلاص. ويعني في ذهنه او في سره اول ما يجي اب اعترافي يزورنا المره الجايه انا هقول له انا ابونا ماليش في القبطي خالص ومش هكمل التسبيحه التانيه وكده. فلقى حد بيطبطب على كتفه، بس لقى الراجل ابو عينين كبيره ده واسعه وشعره طويل والاولاني اللي اصلع، وبيقول له حبيبي ما تقول. فهو برعب كده قال له انا ما بعرفش اقول، ما بعرفش قبطي. قال له مش انت بقالك 6-7 شهور عمال تقول انك بتقف وسط الملائكه والقديسين؟ انا جاي عشان اقول لك ان ربنا هيديك نعمه وتعرف تقول، بس بص في الابصالموديه وابتدي يسبح. فراح حاطط وشه في الابصالموديه من كتر الرعب اللي هو فيه، ابتدى يقول وفوجئ ان هو زي ما يكون لسانه انفك، وابتدى يقول على طول بسرعه كل التسبيحه
وتقريبا حفظ أجزاء كبيرة جدا من التسبيحة غيابي من ساعة البركة اللي ربنا اداها له دي، إن هو شاف قديسين صحيح أخوه مش شايفهم، لكن هو شافهم وسمعهم، واللي أثبت له إن ده حقيقي إن هو قدر فعلا يقول التسبيحة بعد كده، وفضل سنين طويلة يقول التسبيحة وهو فرحان بالتسبيح، وإن كان لسه بيبص في العربي عشان يفهم معناه، لكن معنى اللي بيقوله، لكن هو عارف بالظبط بالقبطي هو بيقول إيه، وابتدى لسانه اتفك خالص. فأنت وأنت واقف في الكنيسة تأكد إن في قديسين وسواح واقفين حواليك، يعني أنت ما بتشوفهمش. وعشان كده يقال إن مرة البابا كيرلس كان بيرش في الكنيسة مية كده في آخر القداس، والكنيسة كانت فاضية، فتلميذه قال له يا سيدنا ما تتعبش نفسك مفيش حد في الكنيسة. قال له ربنا يفتح عينيك يا ابني. فربنا فتح عينيه لقى في ناس قاعدة في الكنيسة، كان قدر يشوفهم بعينيه الداخلية مش عينيه الخارجية. خلي عندنا إيمان إن إحنا وسط الملائكة والقديسين. فأنت لما تخش بيت ربنا اعرف إن أنت وسط القديسين، ارفع قلبك وصلي، ما تبصش على حد تاني، بص على نفسك وعلى يسوع حبيبك بس، لأنه هو مستنيك إنك أنت جاي مخصوص عشان تقابل صاحب البيت، مش الناس المعزومين معاك في البيت، لا صاحب البيت. ربنا يدينا كلنا العين الداخلية اللي نشوف بها يسوع وملائكة. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.